ما كان ليخطر بباله أن تصاب ابنته إريام 8 سنوات بكل هذه الجروح، فهي ببيتها بالمطار القديم بمدينة تعز. عاجلتها ميليشيا صالح والحوثي بقذيفة لا تعرف خطوطا حمراء أمام الطفولة. لهذا كان لإشراق المقطري عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان رسالة وجهتها للضحايا. أدعو جميع المواطنين وجميع الضحايا لا سيما في التواصل مع اللجنة التي مقرها محافظة عدن، والتي لديها كما ذكرنا راصدين ميدانيين وفرق تحقيق متواجدة في جميع المحافظات ومنها محافظة تعز. قذائف الميليشيا الإنقلابية قد تستهدفك لوحدك وأحيانا كثيرة مع أسرتك، كما حدث ليونس مجاهد الذي أصيب أولاده ال5 جراء شظايا قذيفة سقطت على منزلهم غربي المدينة. 5 حالات هي إصابات، يعني إصابتين خفيفة والحمد لله، يعني 2 في أمامك، 2 في العناية المركزة حتى الآن، 2 عمليات لكل واحد منهم في الساق وفي العيون وفي الرأس، والحالة الثالثة كسر في الرجل اليسرى وشوية شظايا إصابة في الرجل الثانية. عبد الرحمن شقيق رحاب مصاب، وملاك لم تسلم من الشظايا، وكريم هو الآخر نالته القذائف. فيما نقل رحاب وهادي إلى العناية المركزة فالإصابة خطرة. حقيقة يعني لاحظنا أن الإصابة بليغة على كل الأفراد العائلة هذول اللي موجودين، ولاحظنا في بعض الحالات يعني حاجات غريبة، يعني جروح مع حروق يعني لأول مرة نشاهدها بالشكل هذا. حجم انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها ميليشيا التمرد بحق المدنيين يعبر عن مدى تجاوز تلك الميليشيا للقانون الدولي الإنساني وعدم احترامها للمواثيق الدولية. الوجع مستمر باستمرار القذائف، والألم متواصل باستمرار عدوان ميليشيا صالح والحوثي على المدينة. هكذا تبدو الأمور هنا. أمين دبوان، يمن شباب، تعز.